ديما النشاط مع المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه اللحظة، هذا العرض الجميل كان في عاصمة قطر الدوحة برئاسة الأميرة للا حسناء، وفي نفس الوقت كانت يونسكو كتصفع فيهم الكراغلة وكتهمهم بسرقة التراث المغربي. لأول مرة في العالم كتصرى بأن دولة كتحصل في السرقة. بينوا للعالم اليوم أنهم لا تاريخ لا هوية. قال لكم خبراء عندكم، قلناها لكم نحن كمغاربة اللي كتحسبونا أعداؤكم، بل بالعكس نصححها لكم وما بغيتوش الكراغلة أنكم تعرفوا بأنكم لا تاريخ لكم ولا هوية، ونصحناكم أنكم تسجلوا التراث ديالكم اللي هو غنشوفوه في هذه الحلقة، وهذا هو موضوع ديال الحلقة ديالنا. خرجتهم الصدمة ولكن راه فرحوا قبل بليلة، قبل ما جات التصويت. نعم 24 ساعة تمت الفرحة في الدولة ديالهم. كنا من طرف فاطمة العوج وفرحاتهم أنهم فازوا جوج فاطن بحال جوج ديال الكأس العالمي. قال لهم بوتفليقة هما دائما عندهم جوج وما فوق. اسمع ليا 1 2 3 اسمع. إرث جزائري عريق، صراع بين الجزائر والمغرب، قفطان القاضي أو ما كانوا يسمونه قفطان النطع الفاسي. اليوم حسم أمر هذا القفطان، هو قفطان جزائري زي تقليدي لمدينة قسنطينة العريقة، سجل باسم البلد القابع الجزائر، وأصبح في رصيد الجزائر قفطانين، الأفطان أو قفطان الشدة الإنسانية وقفطان القاضي الجزائري. مبروك للجزائر والقفطان الجزائري وسعيد لاعب شوشاع مولف يفرح 24 ساعة ما يكملهاش، ومولف على الصدمات تتعود عليها عادي جدا عندهم. ولكن اليوم في هذه الحلقة هذه غادي نذكرك في جداتك وفي امك وفي اختك، غير في 2016 وفي 2010 وفي التسعينات ما غاديش نتكلم عليها، لانك في التسعينات مازال مشغول مع العشريه السوداء، مازال ما كتعرفش التاريخ ولا الهويه ديالك ومن هو جدك. حتى جا بوتفليقه فيقكم شي شويه، وكاك بوتفليقه واعترف على التلفزيون الرسمي هو بلسانه عظمي ان المغاربه وزادوا بناو المساجد وبناو وعطاوكم الزليج وعطاوكم الحراف، ودار واحد الخطه انه يوصل لواحد المغزى ديال النظام الجزائري اللي ما عنده لا هويه لا تاريخ. قال لهم يستعنوا بالمغاربه، وفعلا هذا الشيء اللي داروا. وجات الفتره ديال تبون وشنقريحه وهاجموا هجمه وحده ديال الفتره ديال فاطمه العوج وشوشاع وبونيف وحمير، هادو الخبراء ديال تبون اللي كاعتمد عليهم انهم يهجموا على المغرب ويستفزوا المغاربه والمغربيات. اسمع لماماك اشنو كتقول. لو سمعتي هاد النصيحه كنتو ما غاديوش توصلوا لهاد الشو هادي امام اعين العالم. اسمع. دونك واش نوروا لهم لباسنا التقليدي في كل مناسبه، هكذا نحافظوا عليه وواحد ما يسرقهن. الى كل فنان وكل واحد حافظ على هذه الطريقه بالحفاظ على لباسه التقليدي في كل مناسبه نلبسوه، والله راح نحافظوا عليه ان شاء الله. انا اللباس الشاوي نحبه بزاف، هذا لباس شاوي نحبه، لانه على بالي كاع يقولوا لي تلبسي شاوي بزاف. الشاوي نحسه ملكي، تحس روحك ملكه كي تلبسو. فوالا. فما بالك انا مغربيه، بالعكس فاش نلبسو تنحس براسي كل فخر، وتنحس براسي انني المراه المغربيه المنخويه. ايوا هذا الشيء علاش انا قلت من الاول حنا بكل فخر تنقولوا ان القفطان المغربي وليس غير مغربي، القفطان ديالنا وحنا ديال القفطان، وما كاينش احسن من المغربيه اللي تتلبس القفطان. واللي بغى يضحك فيه الناس خليه يضحكوا فيه الناس يتفرجوا فيه. واحلى ضحكه يا بنت بلادي، احلى ضحكه. الله يحفظكم ديما بنات المغرب، ودائما الفوق الفوق وراسكم مرفوع. الحمد لله هذا هو المقام ديال المغربيه الشريفه. اما شتي قالك اللباس الشاوي والمحلبه وداك الشيء وقال لك لباس ملكي من الفوق، سجلوا ولا ما رضيتوش انكم تسجلوا العرا ديالكم وتسجلوا السروال ديالكم بوتقبه والوشام ديال ام حسن والشده ديال ام حسن. هذا هو اللي خصكم تسجلوه ويجي عليكم، وما غيهاجمكم حتى شي واحد. والله ما يهاجمكم، حنا نشجعوكم على الاقل احترمتوا يعني التراث اللي خلاو لكم جدودكم اللي ورثوه من المستعمر. ملي معذبكم القفطان المغربي، سجلوا لك سميتو القويط. عارفين القويط سمعنا من عندكم، سمعوا الخوت المغاربه القويط درقوه، ما بقاوش يتكلموا عليه. تكلموا حتى واحد ما غادي يزاحمكم.
حتى واحد، كتكونوا مرتاحين وتكون عندكم كميه كبيره وعدد كبير وقائمه كبيره في اليونسكو وتسجلوها عندكم موروث ديالكم. عندكم بزاف القويات، هبوط قبا زيد سمع على قويات سبع. علاش ما قدرناش نسوقوا للقويط والقفطان كما جيراننا والمغاربه قدروا يسوقوا للقفطان؟ احنا ما قدرناش نسوقوا للقويط والكراكو، وهما قدروا يسوقوا للقفطان اللي عرف انتشار كبير في العالم، واصبحوا حتى نجمات عالميات يلبسوا القفطان. زادوا عليه بعض التعديلات ولاو يلبسوه في المحافل الدوليه وفي المهرجانات تاع السينما الى غير ذلك. علاش ما نجحناش احنا في تسويق للشيء اللي عندنا؟ يعني نكون صريحه جدا، هذا هما عندهم الدعم تاع الحكومه تاعهم تاع البلاد تاعهم تاع كيعترفوا ان في هذا المقطع هذا ان القفطان المغربي كيروجوا وخاص يقول لهم ان الحكومه ديال المغرب كتدعم، وهذا الشيء والله ما كان شي دعم من المغرب، والله ما كان شي دعم، ان هذا كان تقليد ديالنا وما كانش دعم الا في هذه الاواخر هذه. وهذا الشيء راه كان تتكلموا عليه في 2016 كانوا كيعترفوا بان القفطان قفطاننا وان هما عندهم القويط وعندهم الثروه ديال بوتقبه. كمل باش تفهم. يعني احنا ما عندناش هذا الدعم، مام السفاره غائبه، يعني راهي نايمه السفاره تاعنا. هما عندهم امسيات زي السفارات اللي في الخارج ولا يعني احنا ما عندناش. هما عندهم في الخارج لي فاشن داي، هذوما عندهم كل اسبوع تشوفي حاجه مبدع واحد يعطيك. اليوم حتى يصل كما وصل القفطان، نحن القفطان المغربي اصبح لديه بعد عالمي. ينقصنا حتى احنا كذلك نروج لملابسنا التقليديه. ما الذي ينقصنا حتى احنا كذلك نروج لملابسنا التقليديه؟ كما قلت لك ينقصنا اليد العامله، ينقصنا التفاني وينقصنا الاخلاص في هذا الشيء وحب المهنه تاعنا والتراث تاعنا. قالتها وسالات. نقصكم الانامل الذهبيه، ينقصكم المخ، ينقصكم الكتاف، ينقصكم الرجوله، ينقصكم النخوه، وتعترفوا بالتراث ديالكم وخيطوا القويط ديالكم. راه قالتها لكم بنتكم، ما تبعتوش هادو كتردوا مكلخين، هادو كتدخلوهم للحبس. ديروا السروال بوتقبه ديالكم وخيطوه في الانامل الذهبيه الجزائريه. نقدروا حنا نستوردوه منكم، نلبسوا النعيجات. كنلاحظوها بزاف انا تتجمعوا في البلاطوات ديالهم، الحوارات ديالهم، في الرياضه، في اي حاجه لازم يجبدوا المغرب. ما لاحظتوا هذا الشيء؟ تكلموا على القويط، تكلموا على السروال بوتقبه، تكلموا على ام حسن، تكلموا على اي شيء اللي كتخصهم هما والشاويه اللي كيقولوا شيء. دائما كيحشروا المغرب. علاش ما نديروش بحال المغرب؟ كيعترفوا انهم هما فاشلين. سمعنا في 2016 لما كيتكلموا كيعترفوا بالقفطان انه مغربي. اسمع ماذا قالوا هنا. ذاك اللباس التقليدي الجزائري. واي نوع من اللباس اخترتيها؟ اللباس العاصمي اكيد خير اللباس العاصمي الكراكو فوالا. وخاطر ما هالمده صغيره سولمون اون سيمين وجينا راح نطولوا زعما شاك سيمين نلبس اون توني عاصمي بديعه تلمسانيه عنابي باش نعرفوا بكامل التراث الجزائري ديالنا. يعني شوفوا انه المراركه يعني قدروا ربما يفرضوا روحهم وحتى يعني اللباس التقليدي ديالهم اللي هو القفطان نشوفوه انه غزا يعني لو موند عرب وحتى يعني في لو موند يعني الغربي. يعني كيفاش يعني انت كمصممه يعني جزائريه كيفاش يعني راح تمبوزي روحك يعني بالالبسه الجزائريه؟ يعني هو شيء صعيب نوعا ما يعني كمصممه جزائريه. هو شيء صعيب، ما نساوش باللي راهم عندهم 20 سنه هما يروجوا للمنتوج ديالهم، سبقونا بزاف، وهذا الشيء ما يمنعناش وما يديرلناش حاجز باش نروجوا حنا كذلك للمنتوج ديالنا. ما ننساوش باللي الجزائر فيها 48 ولايه، كل ولايه عندها لا توني ديالها اللي تمثل شخصيه هذه الولايه. فخر وتراث فخر يعني لينا اكيد. حتى الكراكو هو يعني لباس تقليدي جزائري محض معترف به. اكيد انا اكزومبل باش نحب نروح للانفات ولا عندي سيمينار ولا ماذا بيا نلبس كراكو. علاش نلبس اون روب دي سوار؟ حنايا ديرنييرمون كي نروحوا نشوفوا في لي فيستيفال تاع كان وبيان لو مارياج تاع لو برانس ويليام، لي ماروكان اللي كانوا انفيتي ما لبسوش اون روب دي سوار، راحوا بها لبسوا قفطان مع لا سينتور، لبسوا اون توني تراديسيونيل ديالها. ما في لي فيستيفال تاع كان ديرنييرمون لبسوا لي كافتون ديالهم. هذيك هما شخصيتهم، حابين يبينوا شخصيتهم للعالم كامل. بس احنا عندنا الله يبارك جبه تاع النابق، سنطينا ستيل ستايف، ستيل الباتني، نزيدو نروحوا للستيل كابيل. ما ننساوش بلي ستيل كابيل بالذات عنده قداش من توني، تيزي وزو وحدها بجايه وحدها. نزيدو نروحوا للستيل الوهراني العاصمي، جو الله يبارك. وانا يعني هي لازم تبدا يعني من لي سيليبريتي يعني مشاهير. مثلا في مهرجان وهران الدولي العربي اللي دار يعني ريسامون في وهران يعني شفنا
48 ولايه، كل ولايه قال لك عندها اللبسه ديالها، ولكن ما قدرتوش تسجلوها ولا تتكلموا عليها. عارفين حنا علاش؟ لانكم غتفضحوا، لان كاين اللباس ديال البانيا واللباس ديال تركيا واللباس ديال ليبيا واللباس اللي تقول الشاويه راه هو ليبي، وفيه ما هو مغربي وفيه ما هو تونسي. يعني حتى من الافارقه سرقتوا لهم اللباس ديالهم، ما نسيتوهمش كذلك، لانكم لا هويه لا تاريخ، ما عليكم الا كوبي كولي. تكلموا علاش المراركه، شوف بالحق ديالهم الحسد ديالهم، علاش المراركه كيلبسوا كيروجوا؟ لانه اللباس ديالهم كيفتخروا به، ماشي كيمشيو غير في المهرجانات ولا لبسوا لي سواري كما كتقول لي السواريات، ولا تلبسوا اللباس ديال الفرنسيين. لا، حنا مغاربه وهذا متعودين عليه، وجدودنا وجداتنا وكلشي كان كيلبس القفطان، ماشي حديث اليوم. هذا نمشيو حنا نشهرو، حنا مولفين، ولا مشينا كنمشيو كنفتخروا باللباس ديالنا. غيركم نتوما ما كتبغيوش وما كتقدروش وما كترضاوش تلبسوا اللباس ديالكم. شفتوا الفرق بيننا وبينكم؟ وفرق ما بين الاصيل وما بين التقليد. هذا هو الفرق بيننا وبينكم يا ابناء المستعمر. ما بغيتوش تقولوا باع، لو غير سكتوا ما غاديش نتكلم عليكم، حتى هذا الفيديو ما نديروش. انا كنشوف من بعد الصفحه قلنا نحنوا فيهم اللهم لا شماته، ولكن شفت يلاه بداو كيتكلموا في مواقع التواصل الاجتماعي ومخرجين عينيهم، تيقول لك بان المغرب ادى لهم التراث ديالهم، وان المغرب دار له جلسه في اليونسكو، وان بنت اندري ازولاي بنته انها مديره هي اللي درت هذا الشيء، وان كذا وان هذا. كفى العاده البكاء، حقرونا المراركه يا جدك، حقرونا غتبقوا ديما محقورين هكا، خالدين فيها ابدا. غتعيشوا مؤدبين في الارض وغتموتوا كذلك، وغتمشيو مؤدبين في الاخره. كيف العاده ننهيو ونقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، واللهم لا شماته. وبارطاج اخويا المغربي، الله يعز بك والله يرفع مقامك. تحياتي لكم والسلام عليكم.